نهائي دوري الأبطال، متعة كروية وملحمة كروية بين ليفربول وتوتنهام. شكرا للزميل هشام الخلسي. مساء الفل للناس الكل. أكبر مواعيد الكرة الأوروبية نعيشها الليلة في قلب العاصمة الإسبانية مدريد. مباراة أسطورية بين الفريقين في نهائي دوري الأبطال موسم 2019. ليفربول بالخط الهجومي الناري صلاح وماني وفيرمينيو، وتوتنهام داخلة بسون وديلي ألي وهاري كين. لايك يا كينج وصلى على الحبيب ويلا نشوف المتعة. من أول دقيقة أسد الترنجة ساديو ماني بيجيب ضربة جزاء لليفربول وبيخش لها الفرعون المصري محمد صلاح. وصلاح وبيسجل صلاح الهدف الأول لليفربول في النهائي، هدف تاريخي لصلاح علشان يكون أول عربي يسجل هدف في نهائي دوري الأبطال. هدف هيولع المباراة وهيشعللها من أول دقيقة، والنتيجة 1-0 لليفربول. ليفربول عاوزة تخلص بالهدف الثاني، وكرة من ألكسندر أرنولد وبتيجي بجوار القائم. ليفربول أخطر وكرة تانية من صلاح ولكن أي كلام وبتخرج بره. توتنهام كانت بتلعب على المرتدة وسون بيضيع مرتدة خطيرة لحد ما ريبيرسون بيطلق صاروخ، ولكن لوريس بيتألق وبيخرج هدف مؤكد، وليفربول الأفضل لحد دلوقتي. إريكسن يرد بكرة تانية وبعيدة تماما عن أليسون، وبيخلص الشوط الأول. ليفربول تستحق التقدم وتوتنهام لسه ما جاتش في المباراة، ونبدأ شوط تاني. أول 10 دقايق في الشوط الأول ما كانوش مقنعين ومفيش هجمات خطيرة من توتنهام وليفربول، لحد ما توتنهام بترجع وفرتونجل بيحط أول كرة بالراس والعارضة. ميلنر كان قريب من تسجيل الهدف التاني لليفربول وكورته بتيجي جنب القائم بسنتيمترات. ديلي ألي كان هيخدع الجميع بلعبة فنية حلوة بس أليسون مركز وبيمسكها. توتنهام بدأت تلعب وكرة من ديلي ألي بيلعبها براسه بس فوق العارضة، لحد ما لوكاس مورا بيضيع فرصة التعادل باستهتار كبير وبيحطها سهلة في ايد أليسون. سون قرر يطلق صاروخ من رجليه في مرمى ليفربول، ولكن أليسون بيتألق برضه وبيشيل فرصة هدف تاني، وتوتنهام هاجت في الشوط التاني. التانية من سون بس ضعيفة في ايد الحارس، وتوتنهام بتقرب. ضغط من توتنهام وكرة ثابتة يلعبها إريكسن وبيحطها في زاوية حلوة، وأليسون بيتألق تاني وبينقذ مرماه من هدف. ضربة ركنية بتتلعب وبتوصل لسون على طبق من ذهب وبيلعبها بشكل وحش قوي بس بتطلع اوفسايد في الاخر، لحد ما تيجي ضربة ركنية لليفربول وبتتلعب وبيحصل لخبطة في دفاع توتنهام وبتوصل لأوريجي اللي بيسجل هدف القاضية. هدف قاتل لليفربول في نهاية المباراة، وكرة ما يقدرش يعمل لها لوريس أي حاجة، هدف ينهي بيه أوريجي النهائي ويضمن لقب غالي. توتنهام بتحاول ولكن بدون أي فايدة، وكرة سهلة في إيد أليسون. التانية من سون وبيخرجها أليسون نجم المباراة لحد دلوقتي، اللي بعدها من هاري كين في حضن أليسون، والبطولة دي تحسب لأليسون بصراحة علشان بقى يصفر الحكم بنهاية المباراة